خلينا نتكلم عن امتحان الكيمياء اللي علم على طلبة كتير. تمام. مبدئيا انا عارف ان انت زعلان وعارف ان الامتحان ما جاش بالطريقه المتوقعه وضايق ناس كتير واكتر من مدرس مختلف على اجابات الامتحان ده ماشيه ازاي والحاجات دي. تمام، انا متفاهم الموضوع ده، بس انا عايزك تبص في قدام. يعني انا عايزك تبص هتعمل ايه بعد كده. يعني انت دلوقتي زعلان على الكيمياء وحقك ان انت تزعل، ماشي، بس انت واخد بالك ايه الماده اللي جايه؟ الماده اللي جايه دي الفيزياء اللي انت شايفها البعبع بتاع الثانويه العامه، الفيزياء اللي انت اصلا عندك مشاكل في المسائل بتاعتها من اول السنه. تمام، مش كل الطلبه يعني، بس بنسبه كبيره. وبعدين كمان يعني انت قلت، او يعني اغلب الطلبه قالوا ان الامتحان ده كان مستواه صعب على الطلبه الشطار اكتر من الطلبه المتوسطين. طيب انا عايز افهم حاجه معينه، ما دام مستوى الصعوبه متساوي على الكل، يعني كله ناقص في الكيمياء درجات كبيره، عايز افهم حاجه. انت دلوقتي متوقع ان انت تجيب درجه زي الزفت، تبقى ايه رد فعلك؟ تمام، هو دلوقتي كله متوقع ان هو هيجيب درجه زي الزفت في الكيمياء، يعني في اغلب الناس شايفه ان الكليه اللي هي بتحلم بيها راحت من بين ايديها. تمام، ماشي، بس انا عايز افهمك حاجه، ان ما دام الامتحان ده كان صعب على الكل فمعنى كده ان كله هياخد رد فعل. تمام، الشاطر قبل المتوسط قبل الخايب. اللي هيفرق طالب عن طالب تاني فكره رد الفعل ده. يعني انت دلوقتي فقدت الامل خلاص ان انت تدخل الكليه اللي انت عايزها، ولا انت لسه هتحاول تاني وتكمل سعي للاخر؟ هي دي الفكره. الطالب الشاطر اول ما بيلاقي امتحان صعب على الكل محتاج حبه حظ يخدمه. تمام، وانت مش هتستحق الحظ ده غير اما انت تتعب عشان توصل له. يعني ربنا يعني مش هيوفقك غير اما يشوفك انت بتتعب قدامه. تمام، ده النقطه اللي انا عايز اوصلها، ان المواقف اللي زي دي بتفرز الطالب الشاطر من الخايب، من الطالب اللي خلاص يعني هو ايه عزيمته ضعيفه. تمام، وبعدين انا عايز افهمك حاجه. انت لسه هتقابل مشاكل كتير في حياتك، فاللي هو فكره امتحان انت جبت فيه درجه وحشه او الكليه بتاعتك خلاص طارت من ايديك، مبدئيا انت بتحكم دلوقتي ليه اساسا؟ ايه الغرور ده؟ يعني انت لسه لك 5 مواد، ليه بتحكم بغرور كده اللي انت كده خلاص؟ فاهم؟ فده اللي انا كنت عايز اوصله لك يعني. وبعدين كمان بعض الطلبه بتقارن نفسها بطلاب ادبي ان هو امتحان الجغرافيا كان سهل واحنا ليه مش زيهم والحوارات دي. طب يعني انا عايز افهم حاجه معينه، انت اللي اخترت تدخل علم صح؟ انت اللي اخترت تدخل علم وهو اختار يدخل ادب. دي طبيعه الامتحانات في ادب. بتيجي امتحانات صعبه ماشي، بس اغلب الوقت بتبقى امتحانات كويسه في المتناول. تمام، والجغرافيا اساسا اغلب طلاب الادبي مش بيشتكوا منها. بس انت ليه بتقارن حياتك بحياه شخص تاني هو اصلا ما اختارش ان هو يعيش حياتك؟ تمام، وبعدين انت اصلا داخل علم عشان تدخل كليه علميه. انت عارف يعني ايه كليه علميه؟ كليه علميه يعني انت هتذاكر اصلا عدد ساعات كبيره. يعني انت دلوقتي في ثالثه ثانوي، انت دلوقتي بتذاكر 6 ساعات في اليوم، 8 ساعات، 10 ساعات يا سيدي فتره الامتحان. تمام، انت اول ما تدخل مثلا ربنا يوفقك تدخل طب ان شاء الله، انت برضه هتذاكر نفس ال 10 ساعات دول واكتر عشان تنجح في الكليات الصعبه دي. واول ما تيجي تشتغل انت تشتغل ساعات عمل طويله. يعني انت اصلا انت مش هتكون مرتاح. انت اخترت سكه العلم، اخترت السكه الصعبه، فبالتالي كل اللي جاي عليك هيبقى صعب. ده لو انت عايز توصل لحلمك، انت فاهم؟ انت اصلا انت مش هينفع تريح بعد انت يعني ان شاء الله يعني لو وصلت للكليه اللي انت عايزها، انت اصلا مش هتعرف تريح. تمام، لسه هتقابلك مشاكل، لسه انت هتمتحن امتحانات صعبه، لسه هتجيب درجات وحشه في امتحانات كليتك، لسه انت لسه ما شفتش حاجه. تمام، فاللي انا عايز اقوله ان في المواقف دي بتبان نوعيات الناس. ما تقارنش نفسك بحد، قارن نفسك بنفسك وبس. تمام، ده الكلام اللي انا كنت عايز اقوله قبل ما ندخل في القصه. تمام.